الحلقه ديال اليوم غادي يكون عندنا واحد النقد بناء للفرقه ديالنا باش الا بغينا نمشيو مزيان نصلحوا بعض الامور اللي بانوا في المباراه ديال اليوم. اللي عزيز عليه التطبال، اللي عزيز عليه النفيخ، فكنعتذر. هاد الحلقه تقدر ما تعجبوش. هاد الحلقه مبنيه على حب ديال المنتخب الوطني المغربي، ومن خلال المباراه ديال اليوم بانوا شي حوايج خاصنا نخدموا عليهم ونصلحوهم باش الماتشات الجايين الا بغينا من طبيعه الحال نمشيو مزيان في هذا الكان خاصنا نخدموا عليهم. والحمد لله في الماتش ديال اليوم بانوا هاد الامور. عارفين الاجواء صعيبه علينا وعليهم. كل اللي يقول لك لا هذوك اللاعبين مولفين الاجواء الافريقيه، لا هذوك اللاعبين تشكيله رسميه ديال الكونغو الديمقراطيه. حتى شي واحد ما كيلعب في افريقيا باستثناء اللاعب واحد اللي كيلعب في افريقيا اللي كيلعب في سيمبا التنزاني، اللي هو اينونغا اللاعب ديال لاك سونترال ديالهم. بقيه اللاعبين كلشي كيلعب برا. كاين اللي يقول لك لا راهم مولودين في افريقيا ومولفين هاد الاجواء، لا كلشي مولود في فرنسا وفي بلجيكا. جوج لعابه لاك سونترال جوج اللي مولودين في الكونغو الديمقراطيه، بمعنى انه الاجواء علينا وعليهم، وعارفين بانه الاجواء صعيبه، ولكن تقنيا كاين امور اللي خاصنا نهضروا عليهم. نهضروا على واحد النقطه اللي هي النتيجه. كنتيجه للمنتخب الوطني المغربي نتيجه اللي مزيانه. كاين اللي يقول لك كيفاش تعادلنا ونتيجه مزيانه. نتيجه مزيانه. انا في رايي الخاص المباريات ديال الدور الاول الهدف منهم هو انك تدوز للدور الثاني وتبقى كتجير المباريات ديالك بطريقه اللي مزيانه وما يكونوش عندك اصابات الى اخره. الهدف من الدور الاول هو انك تدوز، ما كيهمش النقاط، ما كيهموش البيوته، المهم هو تدوز، حيت المنافسه ديال بصح في اي تظاهره وهي ملي كدوز الادوار المتقدمه. راه المنتخب اللي كيدوز الاول او الثاني وحتى احسن ثالثه في الادوار المتقدمه كلشي كيتقلب وكلشي كيتبدل. حاجه اللي غادي نهضر عليها واللي مهمه وهو العطاء التقني اللي كانوا فيه اخطاء فرديه ديال بعض اللاعبين ديالنا اللي نهضروا عليهم. غادي نحط اللاعب يوسف النصيري في محطه ديال النقد البناء باش يخدم. سليم املاح، سفيان امرابط والشيبي. هنا كاين اللي يستغرب علاش اختاريت النصيري املاح امرابط والشيبي. عندي تصاور من الماتش اللي توضح الامور وما تخلي حتى شي واحد عنده شك. النصيري الفرص اللي جاو في البدايه ديال المباراه عطينا تصور خويا حمزه ونبقاو غاديين ضريبه بضريبه باش الامور تكون واضحه كامله. اول صوره غادي نمشيو ليها لابيل دوبال واعره ديال يوسف نصيري في الوقت اللي كانوا مطلعين البلوك المنتخب ديال الار دي سي. هنا لابيل دوبال زوينه، حكيم زياش كيعطيه كره في الدار ديال المدافعين اللي اصلا تقال. هنا غادي ندوزو للصوره المواليه. يوسف نصيري عنده الكره طاحت، كاين واحد متر ونص ما بينه وما بين لاك سونترال، لكن الكونترول كان عند يوسف النصير ضعيف، وهنا ضاعت لنا فرصه اللي مع العلم انه جاونا فرص قبل من هذه اللقطه هذه وكنا نقدروا على انه نعمقوا الجراح ديال المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه بحكم انه دخلنا في الماتش بطريقه اللي زوينه. من طبيعه الحال هددنا ماركينا في وقت اللي زويون، كنا خصنا نكملوا ونزيدوا نسدوا الماتش ونكونفيرميو النتيجه ونبقاو كنجيريوها بطريقه افضل ما انك تجيريها وانت رابح بواحد لزيرو، راه صعيبه بزاف. كذلك غادي نضع على سليم املاح في اللقطه اللي كتكرر ديما ملي كيطلع في الارتقاء كيطلع بيدو، واليوم تصيدنا. عطينا الصوره اللقطه ديال بيلانتي سليم املاح. هنا خطا مركب غادي نهضر عليه. سليم املاح هنا طالع بيدو وانت طالع الكره بهذه الطريقه وطالع بيدك، راه تقدر تقولبك وتصيد وتعطيهم بيلانتي، وداك الشيء اللي غادي يوقع. حاجه واحده اخرى اللي غادي نركزوا عليها حتى في هذه الصوره، الاخوه ركزوا لي على سفيان امرابط. علاش حطيتو اليوم محطه ديال النقد البناء باش يخدم عليها والماتشات اللي جايين يكون مزيان. هنا خصو يطلع الكره الفوق وياخذها في ابعد نقطه كيساينها لتحت. واخا ندوزو هاد اللقطه وندوزو نشوفوا لقطه اخرى. هنا سفيان امرابط الكره فوق من راسو غير يطلع غير واحد شويه تزاب واحد 10 سنتيم غادي يديجاجي علينا الكره ونتجناو من المشكل، ولكن في الاصل اصلا قاص اليد ديال اللاعب سليم املح. نمشيو للقطه اخرى. هاد اللقطه اللي غادي نشوفوا في الشوط الثاني كورنير تلعبات من المنتخب ديال الار دي سي. شوفوا الماركاج والوقوف ديال اللاعبين كلشي وقوف سليم. دوز لي اللقطه خويا حمزه اللي جايه. سفيان امرابط مشى في الماركاج، الكره غادي تقرب لسفيان امرابط. شنو غادي يدير؟ يتحنى اللاعب اللي كان مداير له الماركاج طلع شوف فين وصل، هو ما طلعش، اذا مخشي من موراه مخبي. ها اللقطه كامله زايده. سفيان امرابط كيعاودها في كل ماتشات ديال المنتخب المغربي. الا بغينا نلعبوا بحال هكا راه غادي نخلصوا الضريبه في شي ماتش في اخر الدقائق وتكون شي سكته قلبيه، شي بيت ملاوط من كورنير ويتمارك علينا بحال هذا. راه الشمته خاص سفيان امرابط يبقى يطلع. نكملوا اللقطه. لاعب داز الكره ودازت محاذيه للشبكه ديال ياسين بونو
وكانوا يقدروا يماركيو علينا من هذا الكورنير هذه. كانوا يقدروا يتعادلوا معنا في البدايه ديال الماتش من البيلانتي اللي هضرت على سليم املح هو السبب في البيلانتي. كذلك كانوا يقدروا يماركيو علينا من هذا الكورنير هذه، السبب ديالها هو سفيان امرابط. اذا نصيري جاوك فرص اخويا بالتكرار، ماركي هنينا خويا سفيان امرابط بقات تاخذ الكره، راه في لونطريمون في التكوين القاعدي كيقول لك بغيتي تضربها براسك، وكاينه حتى في التكوين القاعدي ديال حراس المرمى كيقول لك الكره خوضها، لا قدرتي تاخذها في ابعد نقطه سير خوضها عليها. نصير في الحاله الدفاعيه كيدير هذه القضيه هذه، وكريستيانو رونالدو المهم بزاف ديال اللعابه كيقول لك خوض الكره في ابعد نقطه قدرتي توصل ليها. ماشي يا صاحبي انت غير الوقفه ديالك راه مزيانه وانت زايد محني، راك غادي تخرج علينا اخويا، غادي شي ماتش نكونوا واحلين وما قادرينش اننا نماركي ولا يستروا نكونوا ماركين ويتعادلوا معنا في الاخر ولا ماركيو علينا شي بيت في الاخر، راه حنا نتشمتوا. كذلك الشيبي غادي نهضروها في المباريات اللي كانت قبل ديال المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه. قلنا الله يا ودي، عطينا اللقطه خويا حمزه، قلنا الله يا ودي هذا المنتخب هذا كيلعبوا بواحد النظام اللي شنو كيتسمى على انني نسحبك ونخلي لك المنطقه العمياء في الدار ديالك ونلعب فيها. حنا لا كنا مدايرين حراسه المنطقه ما عمرنا نخليهم انهم يلعبوا بهذه الطريقه اللي ماركوا بها على المنتخب ديال تنزانيا الاولى والثانيه. شوف معايا هذه اللقطه هذه وفاش غادا تفكركم نسخه كربونيه للبيت اللي غادي يتمارك علينا. عطينا اللقطه اللي كانت في الشوط الاول اللي كان انذار بالنسبه للمنتخب المغربي وكان خاصنا نصلحوه. الكره عند لاكس سونترال ديالهم كيف ما درنا في الحلقه اللي كانت قبل كنقولوا راه كيديروا الاف التفريغ وكيلعبوا لك في الدار ديالك. انا طلعت لي في راسي هذه الكلمه هذه السيمانه وتنتوما يمكن طلعت لكم في راسكم انا بهذه الكلمه في هذه السيمانه ديال التفريغ ويلعبوا لنا الار دي سي في الدار ديالنا. شوف معايا الخط الدفاعي ديالنا رومان سايس واللاعب نايف اكرد دايرين تقريبا بواحد الوضعيه ديال الجسم ديالهم واعره عكس اللاعب الشيبي اللي هنا شنو غادي يطرا. دوز اللقطه غادي يلعبوا في الدار ديال الشيبي، سبقوا اللعاب الاخر اللي معاه. علاش سبقوا؟ حيت الوضع ديال الجسم ديالو اصلا كان غلط. هنا غادا تلعب، دوز لي اللقطه، غادا تلعب وطاحت وشوفوا هذاك اللاعب اللي كان مع الشيبي ولا سابقه. زادت اللقطه دازت مشى سايس باش يكوفري على اللعاب. شنو غادي يوقع؟ تعطينا الكره في هذه الوضعيه هذه اللي رجعت كره من اللاعب المهاجم وتلعبات في لانترفال البيلانتي. الحمد لله هنا نايف اكرد غادي يبعد علينا هذه الكره، وكان تهديد صريح في الشوط الاول اللي كانوا منه يقدروا يماركيو بالقوه اللي كيلعبوا بها همايا اللي هي الكرات في الدار ديال اللاعبين ديال الدفاع. الا ما عرفتيش انك توقف دوز اخويا نشوفوا اللقطه اللي من موراها. اذا درتي الديفو في الاول خاصك تصلحوا. هنا واقفين بدفاع زويون، والانظمه الدفاعيه اللي كاينه في عالم كره القدم اللي كيعتمد عليها وليد الركراكي كنلعبوا بحراسه المنطقه، ما كنديروش حراسه رجل لرجل، يعني لا تسحب شي واحد كنخليوه. كذلك كنديروا دفاع مدمج اللي هي كومباكت، وكذلك هذه جماعيا. وبالنسبه لفرديا شنو كنديروا؟ فرديا لعاب اللي عنده الكره ديال الخصم كنديروا له غطاء الظل اللي هي الكوفر شادا، واللعاب كنسدوا عليه وما كنخليوش له الخيار فين انه يلعب في الظهر ديالنا. وكنديروا كذلك بما يعرف تكتيكيا فرديا سكرول لوك اللي هي كنقفلوا الزاويه ديال التمرير. نمشيو لهنا، هنا مدايرين دفاع واعر، مدايرين دفاع حراسه المنطقه، مدايرين الكتله المدمجه كومباكت. اذا هنا جماعيا لاعبين واعر. نمشيو لفرديا، شيبي شاد لازون ديالو، لاعب الخنوس خارج وداير الكوفر شاداو، غادي يخلي اللعاب اللي في الدار ديالو ما يقدرش انه ياخذ الكره من عند اللاعب اللي عنده الكره. وكذلك في نفس الوقت مداير هذه اللي كتسمى سكرول لوك، ساد باش انه اللاعب يطلق باس في الارض. شنو غادي يوقع؟ دوز لي اللقطه، غادي نشوفوا بانه اللعاب كروشه. وشنو شوفوا لي الشيبي شنو غادي يوقع؟ ما بقاش مداير هنا حراسه المنطقه، غادي يتسحب مع هذاك اللاعب باش يدير له التفريغ ويخوي له منطقه في الظهر ديالو. دوز لي اللقطه عاوتاني، هنا مشى لعاب كروشه وطيح لينا حيد لينا الخنوس من الكوفر شادا وحيدو كذلك من السكرول لوك. وشنو غادي يوقع؟ الخطا المركب الاخر هو الشيبي. فين غادي يا خويا الشيبي؟ راه غادي غير يسحبك، راه غادي غير يجرك باش يخلي لك المنطقه العمياء في الدار ديالك اللي هضرنا عليها. زيد لقطه واحده اخرى، ها هو اللعب دابا خوا بلاصه في الدار ديال الشيبي، اللعاب لافون سونتر اللي من موراهم فيكسي لينا سايس باش ما يكوفريش على الشيبي، والاخر مفيكسي لينا نايف اكرد باش ما نديروش الترحيل ونجليسيو الجهه اللي فيها الهجمه. دوز لي اللقطه، اللعاب مشى في الدار ديال الشيبي باقي واقف كيساين. زيد اللقطه عاوتاني اللي من موراها اللي تبين لنا من زاويه اخرى بانه
داير ديماراج والشيبي ولا واقف فاس الكره، الجسم والوضعيه الجسم ديالو حاليا ما كتسمحش له انه يضرب الزربه حيت غيتعطل. كمل لي اللقطه، بمعنى انه اللعاب غادي يسبقك حيت هو غادي في الاتجاه ديال الجري ديالو وانت خصك تدور باش تجيبو، مستحيل انك تجيبو. زيد دوز لي اللقطه، هنا عطاتنا الوضعيه اللي هي نفسها اللي كانت ماركات على زامبيا اللي حضرنا منه وحضرنا منه وباقي كنحضروا منه. هنا غادي نزيدو بدو باللقطه، غادي يشد الكره خونا، يدير الكونترول في خاطرو، يلعب الكره في الظهر ديال الجدار الدفاعي ديالنا اللي تهرس كامل، باس في لانترفال مشاو كاملين. هنا فين سفيان امرابط، فين عز الدين اونحي، خصهم هنا يديروا الدور ديال انهم يجيو ويغطيو المنطقه ديال لي باس اللي كيكونوا في الخلف. دوز لي اللقطه، هنا كيتلعب باس في الخلف وعلى شكل بيلانتي، كيضربها بالبلادو بي وكيماركي الهدف ديال التعادل اللي كيخلي المنتخب الوطني المغربي يبين بانه عندنا مشكله على المستوى ديال انه واحد الفرقه عرفتي نقاط القوه ديالها خصك تخدم عليها باش انها ما تصيدكش. ها نقاط القوه هضرنا عليهم، ما تصيدكش. وكتجي الشيبي اسمح لي، هاد الاخطاء اللي كيداروا اخطاء اللي ما كيخصهمش يداروا في النيفو العالي. الحمد لله داروا اليوم، الحمد لله داروا في واحد الماتش اللي حنايا عندنا كلشي محاكمينه في يدينا. عندنا دابا 4 ديال النقاط مزيانه، غادي ندوزو مرتاحين. ولكن المشكله الادوار المتقدمه من الكان، قال درنا بحال هكا راه فالطا بكبوطه يتمارك عليك صافي هز باليزك وقص الطياره. حنا ما غاديينش الكوت ديفوار باش نرجعوا بحالنا، غادي الكوت ديفوار عندنا امل انه نمشيو لابعد نقطه من الكان. باش نمشيو لابعد نقطه من الكان عندنا 3 ديال الامور، خصنا نماركيو الكوار اللي كيجيونا، كذلك خصنا الاخطاء الفرديه اللي هضرنا ديال سليم املاح وكذلك ديال سفيان امرابط يتصلحوا، وكذلك في المنظومه الدفاعيه ديالنا ما يكونوش اخطاء فرديه. اللي كان اليوم خطا فردي ديال اللاعب الشيبي اللي هي حراسه المنطقه. خويا عندك حراسه المنطقه، حنا كنلعبوا بنظام دفاعي ديال حراسه المنطقه ماشي دفاع رجل لرجل. علاش اخويا غادي تسحب ويديروا لك ويستافدوا من نقطه القوه اللي هما كيلعبوا بها؟ فالحمد لله هاد الماتش جا في الدور ديال المجموعات، درنا اخطاء خصنا نستافدوا منهم. كنتمنى لا حول ولا قوه الا بالله سمحونا الاخوه، كنتمنوا على انه هاد الاخطاء يتصلحوا باش نمشيو مزيان. الحرقه والغيره وقلب كيضرب، ومن طبيعه الحال انفعال بكل صدق ماشي انفعال من النتيجه. انا كيف ما قلت النتيجه راه ما خايباش، مزيان ندوزو باقل الاضرار و7 نقاط 6 نقاط 5 نقاط ندوزو هي المهمه. ولكن شي حوايج داروا تقنيين في الماتش انا شخصيا قلقوني ودولتهم، بغيت بارطاجيو معكم بالتصور وبالدليل باش الامور تكون واضحه، وهذا في اطار النقد البناء باش نكونوا مزيانين في الدور الثاني. نتلاقاو ان شاء الله الاخوه في الحلقه اللي جايه اليوم في الليل مع ان شاء الله 11 قسم في ميدي ان تي في. غادي لا عطاونا الاخوه وقت كافي نهضروا على هذه الامور هذه، نديطايي فيها مزيان باليكرو ونشرحوا الامور كامله. الاخوه ما تنساوناش من الدعم ديالكم. نتلاقاو في الحلقه اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.